جوه موبايلك في حتة صغيرة جدا بس شغالة زي مصنع كيمياء كامل. دي بطارية الليثيوم. أول ما توصل الشاحن انت مش بتخزن كهرباء جاهزة، انت في الحقيقة بترتب الطاقة جوه مواد كيميائية بدقة رهيبة. جوه البطارية في قطبين، موجب وسالب، وبينهم مادة ذكية بتعدي الأيونات بس ومش أي حاجة تانية. وقت الشحن أيونات الليثيوم بتتحرك من القطب الموجب وتروح تتخزن في القطب السالب، كأنك بتكدس طاقة جوه المادة نفسها. أول ما تفصل الشاحن وتبدأ تستخدم الموبايل الدنيا بتتقلب. أيونات الليثيوم ترجع تمشي الرحلة بالعكس من السالب للموجب، وفي الرحلة دي الإلكترونات ما ينفعش تدخل البطارية، فتضطر تلف من بره البطارية جوه دايرة الموبايل. وهنا بقى بيتكون التيار الكهرباء اللي بيشغل الشاشة والمعالج والكاميرا. المثير بقى إن الإلكترونات عمرها ما تدخل البطارية وهي شغالة، دي بس بتلف من بره. اللي بيعدي جوه البطارية فعلا هي الأيونات علشان توازن الكيمياء ما يبصش. ومع كل شحن وتفريغ المواد اللي جوه بتتعب شوية، وعشان كده مع الوقت البطارية بتضعف. يعني البطارية مش مجرد مخزن طاقة، دي نظام كيميائي عايش بيشتغل في هدوء في جيبك كل يوم.